ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الشتاء ما يبقاش شتاء ولا ينفعش نقول ان هو الشتاء جه الا لما ناكل طاجن ام علي. طاجن ام علي ده من احلى واجمل الحلويات الواحد ممكن ياكلها في الشتاء دوت. بس تفتكروا ازاي بيعملوها في محلات الحلويات وازاي بتطلع بالشكل والجمال ده؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعملها زي محلات الحلويات ويمكن احسن كمان. هتكون كريمي وكريسبي وهتشوفوا شكلها، شايفين شكلها عامل ازاي قدامكم في الصوره؟ حاجه كده تحفه مفيش بعد كده. شايفين الجمال؟ هتكون زي اللي بتشتريها من المحل واحسن كمان. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسي دي قناتي، اشتركي فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين الجمال والحلاوه؟ والا الطعم بقى ايه؟ مفيش بعد كده. لو عملتيها محدش هيشتريها من بره تاني. يلا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر نعمل ام علي وتطلع صح الصح هنستخدم ملفي او الكرواسون، وممكن كمان تستخدمي الجلاش. بس الكرواسون والجلاش لو هتستخدميهم تحطيهم في الفرن الاول ينشفوا، لكن انا جبت ملفي. هنجيبه طبعا هو بيبقى ناشف، هتكسريه بالشكل اللي احنا عملناه قدامك دوت. بنكسره بقى صغير كده. بتجيبيه بيبقى موجود يعني في محلات اللي بتبيع مستلزمات الحلويات. تمام كده، انا كسرت الكميه اللي انا جايباها وحطيتها. وبعد كده هنجيب معانا كيلو حليب، لبن حليب، وهنحط عليه كوبايه سكر وكوبايه كريم شانتيه، او معلش معلقتين كريم شانتيه، وهنحط كيس فانيليا ونقلبهم كويس جدا اهوت. وبعد كده نحطه على النار لحد ما يوصل لدرجه الغليان، يعني يغلي جامد جدا طبعا عشان خاطر الملفيه معانا يبوش. حطيته قلبته كويس جدا واتاكدت ان هو داب وحطيته على النار. بعد كده بقى هجيب الملفيه بتاعنا واحطه في الطواجن. طبعا ممكن مش لازم طبعا طواجن فخار، ممكن مثلا لو عندك قالب بايركس او صينيه او اي حاجه تعملي فيها عادي يعني. انا بنعمله كده في طواجن الفخار عشان يعني ايه، كانه بيتاكل من بره. طبعا لو عندك اي نوع من انواع المكسرات بتحطيه على الوش الاول قبل اللبن الحليب. كده رصيت كله. بعد بقى ما الحليب غلي بالشكل اللي قدامنا ده، شايفين بيطلع دخان جامد ازاي؟ هبدا بقى ايه، اسقي ام علي اللي جوه الطواجن كلها بالحليب اللي معايا. كده خلصت كله. طرطش الدنيا عشان سخن جدا. هركن بقى الطواجن بتاعتنا دي على جنب. زي ما قلت لك مش لازم طواجن فخار. وهعمل بقى الطبقه الكريميه اللي فوق على الوش. الطبقه الكريميه اللي فوق على الوش دي بتبقى حاجه تانية، يعني حاجه بصراحه مبهره. دي تعتبر هتبقى اجمل حاجه. هجيب معايا كوبايه لبن حليب كبيره واحط لها كوبايه نشا زي اللي انتوا شفتوها دي. الكوبايه دي اللي هي الكوبايه المعياريه، يعني حوالي نص كوبايه شاي. كوبايه شاي اللي عندنا اللي بتبقى بايد دي. تمام كده. واحط معلقه سكر ومعلقه كريم شانتيه تاني. وكمان هنحط نص علبه قشطه. انا مستخدمه اللي هي القشطه النباتي دي. لو عندك قشطه وش لبن ممكن تحطيها عادي. وبعد كده اقلب كويس جدا لحد ما اتاكد ان النشا داب خالص، طبعا عشان ما يكلكعش مني على البوتاجاز. وبعد كده احط يسخن على البوتاجاز لحد ما ياخد الشكل الكريمي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو. شايفين عامل ازاي؟ هبدا بقى ايه، ما تسيبوش يجمد قوي عشان خاطر ينزل معاكي. لو انت سبتيه كتير على البوتاجاز هيجمد جامد منك ومش هتعرفي تنزليه. ابدا بقى انزله كده على الطواجن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص. شايفين؟ هبدا بقى ايه، اعمل كل الطواجن اللي عندي. وطبعا لو ما فيش طواجن وانت عاملاها في الصينيه برضو بتعملي نفس الطريقه بالظبط وتحطيها على هي حلوه جدا ومش مكلفه. يعني مثلا هنجيب الطاجن ده من بره بيعدي ال50 جنيه. لا مش هتتكلف طبعا ايه، يعني مهما اتكلفت مش هتتكلف زي الايه، زي ما بتجيبيها من بره. وزي ما قلت لك لو حابه تحطي مكسرات عليها او عندك مكسرات ممكن تحطي جوز هند، زبيب، سوداني، اي مكسرات. طبعا انا خلصتها كلها كده. هنجيب بقى الصينيه ونحط فيها القوالب دي كلها ونشغل الفرن. هنشغل الشوايه، هي تعتبر مستويه يعني. فانت بتشغلي الشوايه وتهديها كده بسيط وتحطيها عليها بالظبط حوالي 10 دقايق ربع ساعه. هتفتحي الفرن عليها هتبص تلاقيها بدات ايه، الوش ده بدا يتنفخ من فوق وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. شايفين الجمال؟ حاجه كده مفيش بعد كده. حاجه تحفه جدا هتعجب الولاد جدا جدا. يعني بصراحه انا عندي مثلا بنتي ما بتاكلهاش من بره بجد. اما دقتها قالت لي جميله جدا يا ماما. والوش الكريمي ده بيخلي لها طعم تحفه. شايفين الجمال؟
وطبعا بقى لما تيجي تاكليها بتدفيها في الميكرويف او تدفيها في الفرن او تاكليها بالايه زي ما انت عايزاها كده. ايه رايكم؟ ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والناس الحلوه بقى اللي لسه معايا كده لحد اخر الفيديو، يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.